السيدة سعاد صالح بعد أن ردت عليها دار الإفتاء وعلمها الأزهر فساد فتواها فيما يتعلق بحل مخدر الحشيش، لا، السيدة خرجت علينا بكل كبر وهي تتلبس بجهلها وعدم فهمها وتقول إن قياس مخدر الحشيش على الخمر قياس فاسد، وفي حقيقة الأمر أن فكرها فاسد وأن قولها فاسد، وأن امرأة لا تستطيع أن تقرأ آية من القرآن قراءة سديدة لا يجوز لها أن تتعرض للإفتاء أو تتعرض لدين الله عز وجل بقول هذا حلال وهذا حرام. إن امرأة تشنع بأختها شقيقتها على الفضائيات واقرأوا البث تحت هذا المقطع لهي غير جديرة أن تتحدث في دين الله رب العالمين.